يا شباب رجاله، فيديو جديد. النهارده هيكون على لعبه اف سي موبايل. وفيديو النهارده هيكون عندنا تحدي جديد، وهو التحدي بكل بساطه ان اللاعب اللي هيسجل هدف هيتبدل مركزه بصاحب الاسيست. يعني على سبيل المثال لو انا جبت جون بميسي وصاحب الاسيست هو كويت، فميسي هيرجع خط نص وكويت هو اللي راح يقف رايت وينج. دي فكره التحدي ببساطه. فيلا بينا بقى على اول ماتش. اول ماتش يا جماعه قدام المعلم دوت. هو معاه هنا بلينجهام وطقم السيتي، اسمه بصراحه ما اعرفش انطقه، ولكن باذن الله نعرف نكسب. واحنا حاليا في تصنيف احنا معانا 3 نجوم، لان مش بلعب كتير الصراحه، ودي طاقه الخصم يعني طاقته حلوه نوعا ما. واحنا معانا 3 نجوم، فنشوف الفيديو بقى هنوصل كام نجمه، وفي نفس الوقت هننفذ التحدي بتاع اللي هو تبديل المراكز دوت يعني، وربنا يستر بقى وما نروحش في داهيه. اتفرج يا عم، يعني هي جت في العارضه وقامت خبطه فوق داخله. يا جدعان مش ناقصين والله يا جدعان. احنا لسه راجع من صلاه الجمعه، مش عايزين بقى يعني. لسه راجعين من صلاه الجمعه ورمضان كمان كام يوم، وما خلاص بقى يعني عايزين. استغفر الله العظيم يا رب. انا العبط ده يا جدعان. يعني مش كانت مع فين فين، هو سيبها وجاجة ليه؟ جميلة أوي والله، تحفة. خلص رافينيا كانت اللعيبة. يلا الأول هنرجع بإذن الله. أنا بقول لك هنرجع. يلا يلا يا جدعان، أنا نسيت التحدي. والله أنا نسيت التحدي ده. مين اللي جاب الجون؟ هو رافينيا كان جاب مين بقى اللي كان عمل أسيست؟ أنا والله ناسي، أنا لسه فاكر دلوقتي. أنا عمال بلعب بقى واندمجت مع الماتش وبتاع. أنا والله نسيت يا جدعان، يا نهار أبيض. طب ماشي، هنعمل حاجة بعد الماتش. اقطع رافينيا ماشي. طب على الأقل ما نخسرش طيب. حلو ولا رافينيا والله. العب دبابة. حط يا خالد. ماشي. قطع. حط يا فاندستوي. ماشي. فيها يا رب يا رب. بسم الله بسم الله. الجون طلع. حط يا اسطى. يا اسطى طب الكورة، طيب هات الكورة. ماشي يا فندم. نخسر الماتش في 2-1. والله يعني بنسخن مش محسوب خالص. اعتبرني ما لعبناش الماتش. بس رافينيا اللي جاب الجون، كان مين بقى اللي بصاها؟ تقريبا كويت صح. فاحنا هنطلع كويت دلوقتي ليفت وينج، وهنخلي رافينيا سي ام. فهمت؟ على ما اتذكر تقريبا كان كويت يعني. باذن الله اطلع صح يعني. هو كويت. رافينيا جاب الجون، يبقى نعمل كده بالظبط كده. ما شاء الله. قال لنا 400. 4 اوف. وكويت هيلعب ليفت وينج. ربنا يستر. اتش 5 اتش. وبعدين بقى يا جدعان، ازاي يا جدعان؟ ازاي يا اسطى عدت كده؟ يخرب بيت ابو ام المشكله كانت مع فان دي قطعها برضه. لا اله الا الله. يعني هو احنا جايين الفيديو بعنوان نسلب بس، فاهم؟ كويس. بالظبط كده. ده كيكس راح فين انت كمان يخرب يعني عنك. انت كمان راح بره، راح يسلم على الدكه. احنا شكلنا هننزل محترف النهارده بالسوالف اللي احنا عمالين ناخدها دي. يا عم بجد اللعبة بقت صعبة، اقسم بالله انا بكره اخش العب اللعبة يا جدعان. بسبب الجليتشات والقرف اللي انا بقعد اشوفه ده، وجليتش سنتجة. واللعبة اللي بتمشي بيضرب خط الدفاع كله بسرعة، تلاقي قدامه الجون، معرفش ازاي. والله ما بقيت بلعبها اقسم بالله الا في التصوير بس. عمال اصور العبها ما عادش بقيت بتخانق منها. حاجة مستفزة اوي. ما عنديش فكرة بصراحة هي دخلت ازاي. يعني مش عارف يعني. الجون غريب، بس هو مين اللي عمل اسيست؟ ثانية كده تعال نبص. هي الكورة اتلعبت من فان ديفين، قام جريزمان حطها. لان هو بس هو من المعرض دي رافينيا، يبقى رافينيا اللي بديله بجريزمان، لان هو اللي معرض. هي حصل دربكه، فما اعتبرش فان ديفين صاحب الاسيست يعني. اه وجليتش تاني. تاني يا اسطى تاني. تاني يا اسطى يخرب بيت يا جدعان. اتفرج يا عم اتفرج.